مساء الخير مشاهدينا الكرام. حوارنا اليوم هو حوار كل بيت مصري، كل أسرة مصرية. النهاردة هنتكلم عن الخطوة الثانية لبناء مصر الجديدة، عن الانتخابات الرئاسية، دور مصر في المنطقة، رؤية العالم أجمع لانتخابات الرئاسة المصرية. هل الإدارة الأمريكية هي فعل أم رد فعل الإرادة الشعبية المصرية؟ أسئلة كثيرة، ومعنا ضيوف كرام. الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. أستاذ حسام الدين ناصف، مساعد رئيس حزب الأحرار الدستوريين. أهلا بحضرتك. دكتور عمرو الفقي، عضو الهيئة العليا للحزب المؤتمر. أهلا بكم. أهلا وسهلا. حوار خاص جدا ورؤية جديدة لبناء مصرنا الجديدة. تابعوا. مشاهدينا الكرام، يمكن كان لنا لقاء سابق مع دكتور سعد الدين إبراهيم ومع الأستاذ حسام وبرضه مع الدكتور عمرو، وخاص بالاستفتاء على الدستور. ويمكن كان دكتور سعد كان يعني بيستبشر ان هيكون نعم، والحمد لله جت النعم، ولكن هذه الأغلبية الساحقة للتوقعات يمكن المبشرة للناس للقوى السياسية جميعا. دكتور سعد، حضرتك شايف أن كان هناك نوع من أنواع الدلع الثوري للشباب؟ أنا سعيد أولا بأن أنا أظهر معاك في البرنامج لتاني مرة خلال شهر، ويبدو أنه اسكندرية باستمرار جاذبة، وحضرتك جاذبة أكتر. حضرتك منور المكان كله. وبالتالي تعبير الدلع الثوري اللي أنا استخدمته في مقالة بالأمس أظن في مصر اليوم امبارح، مصر اليوم، هو كان ترجمة لبعض صور 11 يناير، واللي نقدر نقول تلكأوا في تنظيم نفسهم بعد أن نجحوا في إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. ورغم إلحاحنا عليهم إنهم نظموا صفوفهم، إنما اعتبروا السياسة دناسة والسياسة نجاسة، إلى أن فوجئوا بمن اختطف منهم ثورتهم، وهم الإخوان المسلمين. وفي اللحظة دي بدأوا ينظموا صفوفهم، ولكن كان الوقت قد تأخر، ونجح الإخوان بعد أن اختطفوا الثورة، اختطفوا السلطة، ثم كانوا يستعدون لاختطاف الوطني كله. وهي دي بقى اللحظة اللي حصلت فيها 30 يونيو، واللي حصل فيها تدخل القوات المسلحة للتعبير عن إحساس الشعبي الواسع بأن هناك كابوس هو اسمه الإخوان المسلمين، والجيش تدخل لصالح الشعب. نعم. وحسم هذه المعركة. طيب، كان في بقى خطوات أعقبت هذا التطور، منهم التصويت على الدستور وخروج ملايين للتصويت. تقاعس عدد من شباب الثورة، وجزء من تقاعسهم انهم مقموصين يعني التعبير معرفش مقموصين ولا مش عاجبهم؟ ما هو اللي مش عاجبه. لا، هو مقموص، يعني مقموص يعني ممكن يكون في موقف مش عاجبه، لكن ممكن يكون مش عاجبه السياسة المتبعة عامة. ما هو طبعا، ما هو مقموص لسبب ما. انا مش لاقي كلمة دقيقة تعبر غير الكلمة الدرجة دي، مقموصين. ففي حديث مع بعضهم، وبعضهم للأسف الشديد بيشتغل حتى في مركز ابن خلدون، قالوا لي يعني احنا طلعنا من المولد بلا حمص. اتعملت الثورة اللي هم عملوها، الدستور، الانتخابات، السلطة، حاسين انهم لم يحصلوا على ما اعتبروه نصيبهم العادل. كان حديثي معهم، طيب وانتوا اللي تخليتوا، وانتوا اللي رفضتوا تنظموا صفوفكم.
وبدأوا يحطوا لي شروط أو يعني مبررات لعدم المشاركة. أنا اعتبرت المبررات دي بتفكرني بأطفالنا وأولادنا لما يكون غضبان على اللبس اللي جاي له، غضبان على الأكل، غضبان على الشرب، غضبان على اللعبة، فسميته الدلع الثوري. وقلت لهم يعني لو فضلتوا تدلعوا بالطريقة دي سينتهي بكم الأمر إلى مزبلة التاريخ. يعني كفاية اللي انتوا الدلع اللي انتوا دلعتوه في ال3 سنين فاتوا، اللي خلى الإخوان اللي جم متأخرين للثورة عدة أيام نجحوا في إنهم يختطفوها منكم، ثم اختطفوا السلطة وكانوا بيستعدوا لاختطاف الوطن كله. نعم. فده نتيجة الدلع بتاعكم. ففوقوا بقى وتصرفوا تصرف مسؤول. ده يعني كانت الفكرة، وأنا سعيد إن أنت ذكرتي هذا التعبير لأن تعبير جديد الدلع الثوري ده. هو بالفعل ان في يعني الرؤى المختلفة اللي موجودة على الساحة، الآراء المتخبطة، التناقضات، بيخلينا ان احنا في كل بيت في شباب، وفي كل بيت في الرأي والرأي الآخر، ولكن ان احنا نقود هؤلاء الشباب الى الطريق الصحيح لبناء الوطن، هي دي النقطة. أستاذ حسام كان عندك تعليق؟ بالنسبة للدلع الثوري او التعبير اللي قاله استاذنا الدكتور سعد، انا يمكن بختلف معاه تماما في ان ما يسمى بالدلع الثوري ده هو حالة من الادب الثوري او الوعي الثوري. لان الشباب دول زي ما هم كانوا بيقولوا بالنسبة للمرحلة اللي كانت بعد ثورة 25 واختطافها منهم، فدي نتيجة عدة عوامل. اولا منها المسرحية بتاعت الديمقراطية السوداء في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، ما كانش فيه ديمقراطية. تاني حاجة ان الشباب لم يجد قدوة سياسية يقدروا يمشوا وراها، بل بالعكس يمكن حتى لما كانوا بيعتبروا حد كان ممكن يجي ينط من المركب او يهرب ويسيبهم او ما يكونش على مستوى الطموح بتاعهم. ثالث حاجة سقوط العملية السياسية بالكامل خلال الفترة الانتقالية. ما حصلش مجلس رئاسي مدني، ما حصلش نوع من توحد المطالب بالنسبة للقوى السياسية، بل بالعكس احنا شفنا حتى التوافق على قانون الانتخابات بتاع مجلس الشعب اللي كان في 2011 اتحكم بعدم دستوريته. وبعدين نيجي نبص نلاقي بعد 30/6 ان رموز محسوبة على نظام مبارك هي التي تروج نعم للدستور. الشباب ما كانش عنده اعتراض على نعم للدستور، انما الشباب كان عنده اعتراض على الرموز اللي بتسوق لهذا الدستور. فكانت المقاطعة لهذا وهو شيء مشروع وشيء في منتهى، ويمكن اتطبق في اكتر من بلد وكان بيخاطب الضمير. واعتقد ان هو اتى بنتيجة ان هو قابله وزير الداخلية وطلب ان هو يقابل مجموعة من الشباب، وطلب ان رئيس الوزراء وكمان رئيس الجمهورية المؤقت طلب. صحيح ما هماش بيمثلوا الكتل الثورية اللي على الارض، انما جزء منهم، واعتقد ان في رموز لازم تطلع بخلاف الوجوه الشبابية اللي موجودة، لان دول اللي هيمثلوا الثوار الحقيقيين او الكتلة الحرجة الموجودة على الارض وقطعت الانتخابات. فعلا يا دكتور عمرو، يمكن احنا كان لنا لقاء برضو من حوالي اسبوعين كنا بنتناقش على الجزئيه دي، ان الترويج لنعم للدستور، وان فعلا كلمه يعني دكتور سعد كلمه الشباب المقموص دي يعني كلمه جميله يعني واقعيه جدا كده. يعني بالفعل يعني احنا النهارده واحنا بنتكلم على الواقع ده، حضرتك شايف ان الشباب هياخد خطوه عامله ازاي في المرحله اللي جايه وخاصه في انتخابات الرئاسه؟ والله هو الخوف في المرحله دهيت هي من حاله الضبابيه اللي موجوده في الفكر الشبابي النهارده. انا طبعا متفق مع دكتور سعد في نقاط كثيره تفضل وقالها، ومتفق مع الاخ حسام في كثير مما قال، ومختلف معه في بعض النقاط. اول حاجه انا بس عايز افهم من الاول كده، هل كلمه ثوري، مصطلح ثوري، هل هي مهنه؟ هل هي تيكت؟ يعني احنا قمنا بثوره الهدف منها يا اما كان الثوره في حد ذاتها وده تبقى حماقه شديده، او الهدف منها هو الاصلاح والتغيير. اذا كان الهدف منها الاصلاح والتغيير فنحن ملزمون جميعا ان ننضم بكل في موقعه في مسيره الاصلاح. مش ان انا
ابتدي تاني يوم اطالب بالغنائم فتصبح كغزوه احد اللي انصرف فيها المقاتلين المسلمين اللي جاني غنائم فانقلبت المعركه راسا على عقب. احنا في مرحله انتقاليه. المرحله الانتقاليه تسمح بكل المتغيرات وتسمح بان اي حد تكليم تو فورس ان هو يطالب بمكان. اذا احنا قلنا مقموصين وانزوينا فلا نلومن الا انفسنا. زي ما حضرتك قلتي التصويت على الدستور وما روج له البعض وهم دائما الغائب المشارك اللي هم جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه ما اشعروه في وسط الشباب بان النظام القديم عائد مره اخرى. طبعا دي اشاعه للاسف للمره الالف كثير من التيارات الشبابيه انصاعت ورائها. انا مختلف مع بس في الجزئيه دي بعد اذن حضرتك ان بس احنا شفنا في الاعلام في رموز منهم بالفعل الحزب الوطني موجودين على الساحه. ما هم دول شفناهم يعني بل ابتدوا يظهروا في الاعلام ثاني يعني. دي حقيقه لكن هل الظهور في الاعلام بهذه الكثافه امر عشوائي جاء بالصدفه ولا هناك من يرتب لده؟ وانا اعتقد ان هم الافلول الحزب الوطني لان الافلول الحزب الوطني نحن نعرفهم تماما ونعرف كيف يتحركون كيف يفكرون. في هنا مستهدف ان دولت يرجعوا تاني كتهديد. هم لن يعودوا كنظام لكن هم موجودين في الوقت الحالي كتهديد للشباب ان يا اما النظام السابق يا اما الفوضى. هذه بس حقيقه. وانا مختلف مع الاخ حسام في ان هو قال معلومه في عمومها صحيح وفي تفاصيلها غير دقيق. موضوع مقاطعه الشباب، هناك من قاطع من الشباب وهناك من شارك. المقاطعه لم تكن مبدأ عاما على الشباب، في تيارات معينه ظهرت وشفناها في كافه انحاء الجمهوريه بيشاركوا في الاستفتاء، وهناك اخرون قاطعوا لكثير من الاسباب اهمها الفورسنج اللي حصل، الضغط المبالغ فيه اللي حصل، كأن الامر يعني كانه مساله حياه او موت، يا نعم بالدستور يا مصر هتضيع، وده طبعا شيء مبالغ فيه جدا. طيب يمكن ده يخلينا نقول دكتور سعد، حضرتك شايف ان النقله الثانيه للانتخابات الرئاسيه، انت شايف الشعب في المرحله دي مستعد ليها بانهي رؤيه وبانهي خطوات؟ انا عايز اقول ان ثوره 25 يناير احدثت 3 اشياء مهمه جدا في مصر. الشيء الاول كسر جدار الخوف. الشيء الثاني تسييس كل الناس، كله بيتكلم في السياسه. بعد ما كانت السياسه حكر على الشريحه العليا ال5% في قمه المجتمع، الوقت الكل بيتكلم، من بائعة الخضار الى المكواجي، الى المكواجي لسه موجود ولا اختفى؟ لا لسه الى سائق التاكسي، الى كل الناس بتتكلم في السياسه. الفلاح في كل قريه وفي كل نجع كله بيتكلم في السياسه، وبيتجلى في السؤال يقول لك البلد رايحه على فين. فده شيء ايجابي في رايي انا. الشيء الثالث المهم اللي عملته ثوره 25 يناير تهيئه كل الناس للمشاركه. صحيح. تعلني انه في مليونيه في التحرير يطلع لك مليونيه في مسجد القائد ابراهيم يطلع لك برضه نص مليون او مليون، قدام مصطفى محمود يطلع لك، الاتحاديه يطلع لك، وهكذا. الحاله دي خلقت تعبئه سياسيه اجتماعيه نفسيه عامه في المجتمع، وهو ده اللي بيطمني، ان الناس مش خايفه، الناس عايزه تشارك، ان الناس فعلا بتطلع تشارك. وعشان كده بنقول ايا كان المرشح الذي سيقع عليه الاختيار، عليه ان يعلم ان المصريين اللي ما غيروش حاكم في 6000 سنه غيروا 2 حكام في 3 سنين. وبالتالي عليه ان يتنبه ان العمليه دلوقتي مش سهله، ان الناس هتكون له تتحاسبه بالمرصاد، وده شيء ايجابي، لانه في الديمقراطيات هي كده برضه، ان الناس بتحاسب احيانا بعد 100 يوم الاولى، احيانا بعد السنه الاولى، احيانا بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين. ففي كل الاحوال انا بعتبر اللي بيحصل في مصر ايجابي،
وده اللي بيطمئني، وانا متفائل بالمستقبل، واعتقد ان مصر في طريقها لكي تتبوأ مكانتها في الاقليم وفي القاره الافريقيه وفي العالم العربي، وتنطلق الى الامام ان شاء الله. حضرتك كنت قلت ان لو الفريق المشير السيسي تقلد منصب الرئاسة هيكون مصر ند لامريكا. نعم. هل حضرتك شايف ان احنا بالفعل كإدارة مصرية او ترشيح المصريين لمرشح بعينه او العديد من المرشحين لازم اخذ مباركة امريكا الاول؟ لا مش لازم، مش لازم. وانت عندك دول كتيرة اصغر من مصر وحجم مصر اكبر من مصر بتقف لامريكا، والندية هي لا تعني بالضرورة انك انت مساوية لها في القوة والثروة او النفوذ، انما تستطيع انك انت تحققي ذاتك وانك تقولي نعم او لا لما تريدينه ولا لا تريدينه. فالندية هنا لا تعني لا الصراع بالضرورة ولا المساواة الكاملة بالضرورة، انما تعني اثبات الذات، وانك انت بتقرري قرارك بنفسك. قد يتوافق مع المصالح الامريكية وقد يختلف، انما المهم انه نابع منك ومن ذاتك ومن احساسك انت، تقييمك لمصلحتك وايه اللي انت عايزاه في المستقبل. وهي الحسابات الخارجية دايما قايمة على موضوع المصالح العليا. يعني اذا يعني هل احنا بالفعل كمصر ابتدت تغير في سياسة الإدارة الأمريكية من خلال مواقفنا الجماعية؟ نعم. وهديك مثال بسيط. بعد 30 يونيو فضلوا يسموا اللي حصل في 30 يونيو ده انقلاب. النهارده مفيش حد بيقول انقلاب، خلاص توقف عن استخدام هذا المصطلح. واكثر من كده، من 3 ايام وزير الخارجية الامريكي جون كيري لما سئل في مؤتمر صحفي عن رأيه في المعركة الرئاسية المصرية قال ان ده شأن مصري خالص يقرره الشعب المصري. سؤال تاني، وماذا اذا انتخب كان فريق ما كانش بقى مارشال، ما كانش بقى مشير لسه، قال احنا سنتعامل مع اي شخص او اي ادارة يختار الشعب المصري. وده اقرب شيء الى تعبير الندية اللي سيادتك استخدمتيه في بداية السؤال. طيب فانا متفائل من الناحية دي. طب هو يعني رؤية التفاؤل دي في حد ذاتها ان احنا قادرين على التغيير او ان احنا على رسم الخريطة السياسية الدولية بصفة عامة. استاذ حسام، يمكن هل حضرتك بتتوقع ان يكون في نوع من انواع الضغوط الدولية المختلفة على مصر في توجيه ناحية مرشح بعينه، وخاصة لو ظهر على الساحة مرشحين اخرين، او مما يقال ان هيظهر برضو بطريقة غير مباشرة حد مدعوم من الاخوان المسلمين؟ أكيد. بصي، لن تسعد الدول الغربية والقوى الخارجية بامتلاك مصر لإرادتها. دي نمرة 1. نمرة 2، يمكن في قوى خارجية دفعت ثمن فاتورة سياسية لم تقبض استحقاقاتها حتى الآن، ومطلوب من أي رئيس قادم أو نظام قادم في مصر ان هو يلتزم بباقي استحقاقات هذه الفاتورة. ومن هنا جت الضغوط الخارجية الغربية او الامريكية او ايا كانت على النظام المصري في المرحلة الانتقالية لضمان دفع باقي الاستحقاقات المطلوبة. هنا بتصطدم مع الإرادة الوطنية، فهيحصل نوع من الضغوط، وفعلا هيكون في مرشحين مدعومين من الخارج وهيكونوا مفضلين بالنسبة لهم، إنما سيبقى القرار المصري هو الفيصل، ومن يكتسب أو يكسب الشباب في الفترة اللي جاية يقدر يقول إن هو حقق جزء كبير قوي من السباق الرئاسي للوصول إلى سدة الحكم. يعني احنا لسه قاعدين منتظرين دكتور عمرو؟ أكيد منتظرين. لا، احنا مش منتظرين، لان الانتظار هنا في رأيي انا الشخصي سلاح ذو اكثر من حد. المفروض علينا ان احنا بنعيد صياغة وطننا
فالانتظار هنا والبقاء في خندق المفعول به ده اتجاه خطأ تماما في رأيي. اعتقد ان احنا لابد ان نشارك ونساهم في الديمقراطيك بروسيس في مصر، يعني في عملية التحول الديمقراطي. اذا ترشح المشير السيسي سيكون على مصر ان تعمل بجدية على ايجاد عملية انتخابية سليمة بكامل اركانها بمرشحين ايا كان اتجاههم، لان ده صحي جدا لمصر، ولا بد ان احنا نكون واعيين باللي بيحصل. يعني ما ننتظرش الرأي الخارجي فينا احنا ايه، لا احنا نصلح نفسنا الاول فنفرض على الاخر واقع ديمقراطي سليم يتعامل معاه. لان في الاخر زي ما الاساتذه تفضلوا، مصر بلد ذو ثقل نوعي شديد جدا. مصر هي حلقة الوصل الوحيدة ما بين انها دولة اسيوية ودولة افريقية ودولة شرق اوسطية ودولة اسلامية ودولة عربية. لا يمكن اكتمال هذه الاركان في دولة الا مصر، واقع الطبيعة، ده مش رأينا. اذا مصر دولة لا يمكن الاستغناء عنها او تحييدها في المنطقة. مصر دولة جوهرية محورية ستفرض على الاخر الانصياع لارادتها اذا كانت ارادتها تسير في الطريق السليم. اذا نحن علينا ان نبني الواقع المصري، ما نلتفتش للخارج. الخارج يعني عاجلا ام اجلا سينصاع الى الواقع المصري مدفوعا بالمصالح زي ما حضرتك تفضلتي قلتي قبل كده. الميزان ميزان مصالح، ومصر دولة تستطيع ان تكون ذات ثقل قوي جدا في توازنات المصالح ما بين القوى العظمى النهارده الموجوده. انا عايز استاذنك بس حاجه عشان ما يبقاش انا كلامي مفهوم غلط، ان عمليه الانتظار ما هياش انتظار لرد الفعل الخارجي، لا انتظار للقرار المصري بالظبط. هم ده اللي هم هيبتدوا يعملوا حساب وليس العكس. فحبيت اوضح للدكتور. لا واضحه طبعا انا عارف. لكن احنا دلوقتي بنتكلم فعلا على الرؤيه الخارجيه. دكتور سعد، يمكن كنت حضرتك كان يعني مع مجموعه من السياسيين قمتم بجوله في اوروبا لتغيير المفاهيم عامه عن فكره الانقلاب على مستوى الخارج ككل. هل احنا النهارده محتاجين برضو لنفس المجموعة السياسية القوية اللي تجول بها البلاد المختلفة علشان تغيير مفاهيم، تصحيح مفاهيم، وخاصة كمان ان احنا لما نلاقي ان مصر لم تدع في الاجتماع في جوهانسبرج، يعني الموقف الافريقي وموقف العلاقات الخارجية ضعيف جدا. نعم، احنا محتاجين الى حركة دائمة. نعم. ودي اللي بيسمى دلوقتي المسار الدبلوماسي الثاني، بالانجليزي بيسموه second track diplomacy او الدبلوماسية الشعبية. الى جانب وزارة الخارجية، الى جانب سفاراتنا في الخارج، فانت محتاجة قوى شعبية غير حكومية، منظمات غير حكومية تتعامل مع امثالها في الدول الديمقراطية. المجتمعات المفتوحة تأثير الرأي العام فيها قوي جدا، وده اللي حصل مع المجموعة اللي سيادتك أشرت إليها بعد يوم 30 يونيو، لما الاتحاد الأوروبي كان على وشك إنه يتخذ قرارات شديدة الجور بمصر. وكان في من 26 دولة في الاتحاد الأوروبي كان في أظن 9 دول رايحة للاجتماع ومعاها مسودة قرار لإدانة مصر ولفرض عقوبات عليها. ولولا الوفد الشعبي اللي راح بمبادرة شعبية، واللي كان فيه رجل أعمال السيد نجيب ساويرس، وكان فيه محامية قديرة منى ذو الفقار، وكان في رئيس اتحاد الكتاب المصريين محمد سلماوي، وانا كنت رايح ممثل الاتحاد المجتمع المدني المصري. مجرد وجودنا هناك ولحسن الحظ التقينا بوزيرة الخارجية الإيطالية اللي هي اسمها إيما بونينو، ودي تحب مصر جدا وعاشت في مصر 3 سنوات. كانت ساكنة في شارع المعهد السويسري في القاهرة وتعلمت عربي، وكانت خير عون لنا. وده بيوريك برضو انك انت محتاجة اصدقاء يكونوا في داخل. اكيد طبعا، مش تعمل لوبينج بالظبط كده. والحقيقة بمساعدتها
ومقابلتنا مع كاثرين اشتون اللي هي مفوضة الجماعة الاتحاد الأوروبي، استطعنا ان احنا نغير الدفع. كان في اعتراض رئيسي لهم اللي هو استخدام القوة المفرطة في فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة. فقلنا لهم الآتي: بدل أن تكونوا جزءا من المشكلة وتوجهوا اللوم، كونوا جزءا من الحل وارشدونا. فقالوا ازاي؟ قلنا دربوا رجال البوليس او الشرطة عندنا، رجال الامن، على الكيفية التي تستخدم بها القوة المقننة، القوة المعقولة. فبعد مداولات كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة، ست كاثرين اشتون ونوابها قالوا احنا عندنا ميزانية تكفي لتدريب 150 ضابط امن مصري، وهم لما يتدربوا يرجعوا مصر يدربوا غيرهم، بيسموه ترينرز اوف ترينرز، تي او تي. برافو عليك. وده اللي حصل، والبيان طلع بالطريقه دي. بعد ما كان هيبقى ادانه بقى تحيه لثوره 25 يناير، وحرص على انه الثوره دي تسير في مسارها الطبيعي، وانه مصر تستكمل التحول الديمقراطي، وانه اذا اضطرت الى استخدام القوه لحفظ الامن فينبغي ان تكون مفرطه، وانهم عندهم استعداد انهم يدربوا رجال امن مصري. طب الجزئيه الخاصه بالتقرير منظمه العفو الدوليه اللي صدر مؤخرا بيدين الحكومه المصريه باستخدام العنف المفرط، ما هو ده نفس الشيء على الرغم ايوه، بس النهارده ده منظمه العفو الدوليه. كنت بتكلم عن الاتحاد الاوروبي. انت محتاج، عشان كده قلت لك الحركه الشعبيه لازم تبقى مستمره، استمرار. يعني احنا كنا مع الاتحاد الاوروبي، المفروض مجموعه ثانيه بقى تبقى مع منظمه العفو الدوليه او مع مرصد حقوق الانسان. ففي طبعا لازم محتاجين، ودي دعوه الى الجميع انهم يبادروا، دعوه لرجال الاعمال. احنا مثلا كان عندنا في اليومين 3 الماضيه لقاء امبارح مع وفد من مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطاني، والحقيقه اللي بادر بيه رجل الاعمال محمد فريد خميس. يعني المبادره الاولى اللي اتكلمنا عنها كانت رجل الاعمال نجيب ساويرس، ومبادره الامس كانت من رجل اعمال تاني اللي هو السيد محمد فريد خميس. اللي عايز اقوله يعني هنا في بقى رأسمالية مستنيرة، رأسمالية ذات مآثر، بدل الرأسمالية اللي كل همها المال والمكسب والاستغلال. السلطة والنفوذ. في ناس رأسماليين مستنيرين، واحنا بنرحب بهذا الدور الوطني للرأسمالية المصرية. طب ده بيخلينا نروح ان احنا لجزئية اللوبينج. يعني اللوبي احنا محتاجين نعمل لوبي عالمي علشان ان احنا نكتسب الرأي العام، ناخد التصريح او الهدوء المجتمعي السياسي اللي احنا محتاجينه في المرحلة اللي جاية علشان ما يحصلش نوع من انواع البلبلة على الصعيد السياسي كله. ولكن بنواجه برضو ان هناك لوبي صهيوني شغال في صناعة القرار الامريكي الحرفية. بالظبط. طبعا استكمالا وتأكيدا على كلام استاذنا دكتور سعد، الدبلوماسية الشعبية النهاردة لابد ان تكتسب ثقل نوعي. نعم. بمعنى انها تكون استباقية كمان، يعني احنا نقعد ونشوف البانوراما اللي حوالينا ايه ونتخذ على اساسها قرارات وتحركات واعية تستبق المشكلة. يعني النهاردة لو قلنا ان مصر لم تستدعى الى مؤتمر يوهانسبرج للدول الافريقيه، طبعا ده كان احنا دلوقتي بنعيط ان احنا لم نستدعى، بنشتكي ان احنا لم نستدعى. كان المفروض ان احنا يكون عندنا رؤيه ابعد شويه من كده ونستبق مثل هذا الحدث، لان كان في اجراءات لابد ان تتخذها الحكومه المصريه والدبلوماسيه الشعبيه المصريه. اولا رفع الحظر عن مصر، وطبعا الدول الافريقيه
اعلنت انها على استعداد لرفع هذا الحظر. احنا لما نتخذ الخطوات اللازمه. هنسمع دلوقتي دعاوى هنا زي ان امريكا بتعتبر مصر جزء من الاكستريم اورينت او الشق الادنى او الاقصى، مش من افريقيا ولا من الشرق الاوسط. طبعا كل دي دعاوى وهي لان لم توجد افريقيا بالكامل غير لما وجدت مصر، يعني كانت هي اولا واخيرا وما زالت وستظل ان شاء الله هي المناره. لذلك حتى ان في دول اصبح لها النهارده ثقل نوعي زي جنوب افريقيا او غيرها، ما زالت مصر هي المحرك الاساسي لهذه القاره، وما زالت هي مدخل القاره. لكن احنا لسه بيشوبنا نوع من عدم التنظيم. التنظيم ان احنا نقعد كخارجيه مصريه رسميه، كقنوات رسميه مصريه، قنوات شعبيه مصريه، كدبلوماسيه موازيه، ونتفق نقسم الادوار ونتفق ونتحرك في منظومه لها فعل، لا تنتظر رد الفعل. ما هي دي المشكله. يمكن الجزئيه ان انا اكون فعل مش رد فعل لكل الافعال، وان انا الخارجيه بتاعتي دايما بتظهر بمظهر انها بتلحق تنقذ ما يمكن انقاذه. هل الموضوع ده هيؤثر في المرحله اللي جايه للرئاسه يا استاذ حسام؟ اكيد. يعني نقدر نقول ابتداء من بعد ثوره 25 يناير لم ناتي برئيس وزراء تقدري تعتبريه ثوري بدرجه كبيره، بل بالعكس كلهم اساسا يعني خدموا زي ما بيقولوا كده بلغه الجيش في الحزب الوطني. اولد سكولرز كلهم. فايا كان حتى اسمه او بتاع، انما كلهم ما حدش فيهم. النقطه ان لازم ان الحكومه اللي تيجي يبقى عندها استيعاب لفكره راس المال الاجتماعي، وهي عوده الثقه والتعاون للمجتمع المصري علشان نقدر نصلح الكسر او الشرخ اللي حصل من 25 يناير ولم نفلح ان احنا نرممه حتى الان، ويبتدي يتحرك هذا المجتمع داخليا وخارجيا بطريقه افضل. المجتمع المدني فقط لا غير في مصر غير موحد، وحكومه مش قادره ان هي توصل بالمجتمع الى بر الامان، فلازم نلاقي المنظر اللي احنا فيه دلوقتي. اذا احنا عندنا زي ما الدكتور عمرو كان بيقول شقين، شق حكومي وده واقع، وشق الثاني اللي هو راس المال الاجتماعي ما بين افراد المجتمع وما بين المجتمع والسلطه الحاكمه ما فيهوش لا نوع من انواع الثقه او التعاون. اعتقد ان الخطوات اللي احنا ممكن نتخذها على هذين المسارين هيفرقوا في مصر كتيرة جدا، وهيفرقوا حتى بالنسبة للمرشح القادم، لانه اهم حاجة يحطوا قدامه عنوان تحسين الاحوال المعيشية للناس. من هنا نبتدي نقدر ناخد الخطوة الاستباقية ايا كانت خارجيا او حتى داخليا. خلينا نقول يمكن الكلمة اللي حضرتك بتقولها يا دكتور عمرو، الثقل النوعي. مصر طول عمرها هي اللي بتقود، مصر طول عمرها يعني هي بتقول انا عندي الريادة، انا خلوكوا ورايا. هل هناك نوع من انواع الفراغ الاستراتيجي حاليا نظرا لضعف الحكومة؟ والله شوفي، انا لا اريد لهذا البرنامج او لهذه المجموعة اللي انت استضفتيها انها تتحول الى مندبة. خلينا ننظر الى نصف الكوب المملوء، نعيد زرع الامل. واحنا قلنا قد ايه المصريين ابهروا العالم بثورتهم في 25 يناير، ثم ثورتهم في 30 يونيو، ثم مساهمتهم في الاستفتاءات التي حدثت، واخيرا الاستفتاء على الدستور. فده الجوانب المضيئة، ودي اللي اجبرت امريكا بالمناسبة انها تغير موقفها وتكف عن استخدام كلمة انقلاب لما حدث في 30 يونيو وغيرها كمان. مظبوط. طبعا اللي عاوز يندب واللي عاوز يبحث عن ما يجعله يتشائم ويتنكد هيلاقي كتير. لا احنا مش هدفنا ان احنا نتشائم، بالعكس ده احنا بنحاول نحط الحلول
لما يكون معايا محللين بهذا القدر وحضرتك عندك هذه الرؤية المتفائلة جدا للمستقبل، احنا عايزين نبص الموضوع من منظور واقعي، لان احنا يهمنا ان احنا حلمنا يتحقق. صح يا استاذة يا دكتور؟ طب انا بص لك ما تشوف الابتسامة المشرقة دي، لازم ابقى متفائل. اكيد يا دكتور. فايوه كده تضحكي ونضحك معاكي ونتفائل ونقول انه الغد سيكون افضل من اليوم، وبالقطع افضل من الامس. امريكا عايزه الاستقرار لمصر؟ يا ست امريكا ايه؟ انت عايزانا اطلع بقى عن طوعي واشتم لك امريكا 1000 مره؟ لا خلاص من غير ما تشتغل خلاص وصلت. ده الحوار اللي احنا بنتكلم فيه طول الوقت، كل الناس بتتكلم في هذا الحوار. عايزين نغير الموضوع بقى يا استاذه راني. اتفضل يا دكتور. عقدة الخواجه ان كله بيدور امريكا هتقول ايه، اوروبا هتقول ايه. انت المهم تقولي ايه. ايوه انت عايزه ايه؟ العالم هيحترمك. احترمك في 25 يناير لانك وقفت وقفه وطلع شعب واتكلم وحقق ذاته واسقط نظام بعد 30 سنه، فالعالم كله بدا يحترمك. هو ده الاساس، وهو ده اللي انا بدعو اليه. وبنتهز فرصه البرنامج بتاعي وفرصه هذا الجمع اللطيف اللي بيشارك معانا هذه الليله في ان احنا نعيد زرع الامل في القطاعات التي لا تشعر بانه الغد سيكون افضل من اليوم وبالامس. وانا بقول انه فيه يعني العالم كله مستعد يساعد مصر، مستعد يقف مع مصر ويحترم مصر، والبدايه باقرب الناس الينا، العالم العربي، الدول العربيه، الوطن العربي. دول الخليج عندها استعداد لتعويض مصر عن اي مساعدات تنقطع سواء من امريكا او من اوروبا. والدليل انه في خلال السنه الاخيره في وعود بما يزيد عن 12 مليار دولار اللي هي قد المساعدات الامريكيه 6 مرات. ورغبه العالم العربي وخاصه دول الخليج في دعم مصر جزء منها هو رد الجميل، جزء منها رد الجميل، وده اللي قالوه يعني صراحه. يعني الكويتيين عاملين كان في معرض الكتاب هم ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام. انما الراجل اللي هو بدر الحميدي اللي هو وزير المالية الكويتي قال احنا مش بنساعد مصر، ده احنا بنرد لها الجميل. مصر هي اللي علمتنا، مصر هي وقفت جنبنا، واحنا لما الكويت جرى غزوها بواسطة صدام حسين نفس الشيء قاله الشيخ زايد او ابن محمد زايد، هذا الوقت كلهم بيقولوا كده. فاحنا يعني لدينا رصيد تاريخي، والاخ حسام استخدم كلمه راس مال اجتماعي، ففي راس مال كمان تاريخي اذا كان براس مال اجتماعي. انت عملت ايه في الماضي والناس معترفه بهذا الفضل؟ رصيدك ايه؟ رصيد الاجتماعي. فيعني دعونا نتفائل بالمستقبل وتفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. يمكن ده يخلينا نرجع تاني لحته جزئيه مرشح الرئاسه، و ان اغلبيه المطروحين على الساحه بعيدا عن حمدين صباحي خلفيه العسكريه. وهناك مطالبه شعبيه كبيره جدا للمشير السيسي بالترشح. طب في حاله ان المشير السيسي لم يترشح الوضع هيبقى عامل ازاي؟ استاذ حسام. بصي، قبل ما اجاوبك على ده انا عايز افصل حاجه مهمه قوي. افصل ان المؤسسه العسكريه ليس لها مرشح رئاسي، والمؤسسه العسكريه يجب ان تكون بعيده تماما عن اي ممارسات سياسيه. فحينما يترشح المشير السيسي فهو بيترشح كمشير سابق في قوات المسلمين فقط لا. ولو اترشح والانتخابات كانت بكره هيكسب.
انما اللي احنا عايزين نبص له هي مهام رجل الدوله، اللي احنا اتكلمنا عليها في تحسين الاحوال المعيشيه للناس ورؤيته وبرنامجه وطريقته. وبرنامج. تاني حاجه ان الواحد ما يبتديش زي ما حصل على برنامج ما، ان كان في 2 من اعضاء حملات 2 مرشحين بخلفيه عسكريه ان هم يتراشقوا باعمال سابقه لهم، فده دخول هذه المنطقه وعمليه جذب المؤسسه العسكريه داخل السباق الرئاسي او اي عمليه سياسيه، ده غير مطلوب على الاطلاق نهائي. لان حتى اللي لهم خلفيه عسكريه فهو حاليا شخص مدني بيعاونه فريق رئاسي وبيحط برنامج، على هذا الاساس احنا بنقدر نقرر او بنقدر نقيم الاداء بتاعه في حالة ما اذا كان رئيسا، خصوصا لو هو يمتلك الادوات او يمتلك التولز الفعاليات كمان بتاعة تطبيق هذه الشعارات، وليست زي مشروع النهضة كده عناوين وخلاص وبعد كده لما دوروا على اليات التنفيذ ما لقوهاش. فاحنا عايزين برنامج يكون موجود فيه اليات التنفيذ بتاعته لضمان الثقة فيه. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل مع دكتور عمرو ان شاء الله. رجعنا لكم مرة تانية واحنا بنقول احنا متفائلين، احنا بنتكلم لكن متفائلين. دكتور عمرو، في حالة ان لو الفريق المشير السيسي لم يترشح للرئاسة، في حالة ان لم يترشح للرئاسة اكيد هيكون في سلبيات كتير. اولها طبعا ان الرأي العام المصري هيصاب بصدمة حقيقية، او الكثير من المصريين سيصابون بصدمة حقيقية وهيحسوا ان هم قد تم التخلي عنهم في مرحلة حرجة، لان من المتعارف عليه حاليا ان هذا المنصب لم يعد تشريفا قد ما هو تكليفا لاي حد هيكون في هذا المكان. اذا لم يترشح اكيد هيكون في الكثير من المصريين ممن سيشعرون بنوع من الغضاضة او الصدمة ان لم يترشح. كذلك في كثير من القطاعات المصرية هتحس بان هو ده الصح، لان في كثير برضه من الشعب المصري النهارده ودول في تزايد على فكره، وسيظلون في تزايد اذا ظل المنهج المصري هو زي ما عملوا في الدستور السيسي 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 السيسي، كل ده بيترجم عكسيا. يعني اخويا حسام من شويه قال كلمه بسرعه لم يتوقف عندها الكلام، قال لك اذا الانتخابات بكره هيجي. المشكله ان الانتخابات مش بكره، الانتخابات لسه فاضل عليها دي كانت مقصوده منه، وكانت طبعا انا لقطتها، لان كل ما هيعدي وقت كل ما ستتزايد الشريحه الرافضه للسيسي نتيجه لضغط شديد اعلامي او اهوج بالاصح السيسي 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 السيسي، لان الراجل نفسه مش متهافت على هذا المنصب. انا واحد من الناس وهذا رايي وهذا حقي ان كل راي، انا شايف ان هو انسب الموجودين في المرحله القادمه، لانه رجل اداري ناجح، رجل وطني، رجل لغته واصله للناس واصل للشعب، راجل يعلم الخريطة السياسية الموجودة بداخل وخارج مصر، عنده بانوراما واضحة جدا. هنتكلم يعني الموضوع ده واضح. انا ارى ان هو رجل مناسب لهذه المرحلة، وهذا رأي شخصي. دكتور سعد، نعم قول لي بقى. قول لي يعني ناس كتير هتزعل. ليه؟ ناس كتير هتزعل لو المشير السيسي ما رشحش نفسه. صح. وناس تانية بتفكر تقول المؤسسة العسكرية او الجيش من مصلحته انه يفضل في يا حبيبتي 20%. قول لي بقى يعني رؤيتك ايه الموقف ده؟ انا بقول لك هو في 20% مش عاوزين السيسي، كلهم الاخوان المسلمين ومن جارهم، وده واضح، ودول اللي بيحاربوا السيسي بكل الوسائل وبيعتبروه هو السبب بنكبته. اذا كان في نكبات زي نكبة البرامكة فهم بيعتبروا نكبة الأندلس، فهم بيعتبروا السيسي السبب في نكبة الإخوان المسلمين وحلم الخلافة اللي كان عندهم، واللوثة التي أصابتهم. لوثتين، في لوثة أصابتهم حين وصلوا للسلطة، واللوثة الثانية حينما فقدوا السلطة. فطبعا هم دول احنا بقدرهم في حدود 20%، دول هيكونوا سعداء جدا لو السيسي ما ترشحش.
لكن هل في بدائل؟ طبعا مصر مليئة، واللي قالوا مصر ولادة لم يكونوا يعني يقولوها طرفا أو تجاوزا. أنا عندي مثلا إلى جانب المشير عبد الفتاح السيسي في مرشح إسلامي محترم اسمه عبد الوهاب الفتوح، وكان مترشح في وقت سابق. عندنا الفريق سامي عنان، وسامي أستاذ العسكرية لكن راجل مدني الآن. عندنا الفريق أحمد شفيق، وده كان مرشح رئاسي ويقال إنه هو الفائز الحقيقي بالانتخابات، فده مرشح قوي جدا. عندنا الأخ حمدين صباح، عندنا السيد عمرو موسى، عندنا الدكتور محمد البرادعي. صحيح 2 منهم قالوا مش عايزين يترشحوا، انما احنا عارفين السياسة ممكن تغير فيها بيحدث مش بس كل يوم، ده ممكن كل ساعة. صحيح. فحتى الناس اللي قالوا مش هترشحوا تحت اي ضغط او اغراء شعبي ممكن يغيروا رأيهم، وده شيء وارد. وبالتالي عندنا ذكرت لك انا 7 اسماء الان. لكن هل يا دكتور حضرتك شايف ان في حالة ترشح السيسي، لان احنا النهاردة بنتكلم على امل كبير ان مصر هتتغير جذريا، والناس كلها يعني زي ما كده ثورة 25 يناير احنا غيرنا واسقطنا وقضينا على الفساد، الا اننا خلال 3 سنين لسه ما وصلناش لكل حاجة احنا عايزينها، او مطالب الثورة كلها ما تحققش بالشكل اللي بيرضي جميع الاطراف من ومع والى وضد وهكذا. ولكن النهاردة الفريق السيسي بما يحمله من حب وكاريزما وعشق لكثير من المصريين، هل يا ترى معاه العصا السحرية اللي هتدي للناس كل حاجة هم عايزينها بالسرعة اللي الناس متوقعاها؟ لا طبعا، الإجابة لا. من المهم ولا أرجو أن يكون هو بيتفرج على البرنامج أو حد يوصل له هذه الرسالة. إذا كان ينوي فعلا الترشح فينبغي أن يعلن ذلك بسرعة. 2 زي ما الأخ حسام قال، لابد أن يرى الناس برنامجهم هيعمل إيه لو ترشح وإذا كسب الانتخابات. 3 لابد أن يفصح عن الفريق الرئاسي الذي سيتعاون معه. ده الثالوث ده مهم جدا علشان الناس تاخد قرار عقلاني حينما يختاروه إذا اختاروه. مهم جدا ان هو يخاطب الناس اذا ترشح، اولا مش بس يشكرهم على الثقة اللي الناس كتير بتديها له ويأمل انه يحصل اصواتهم، انما ايضا يصارحهم انه لن يملك هذه العصا السحرية، وانه يقول للمصريين انه محتاج اولا انهم يصبروا عليه، 2 انهم يتفاعلوا في اداء عملهم، 3 انهم يراقبوه ويقاوموه اذا تخاذل او اذا اخطأ. دي اللي يبقى ده الرسالة القوية اللي تكسبه اولا احترام لذاته، تكسبه احترام شعبه له، تكسبه احترام العالم كله له اذا كان بهذه الصراحة. وانا عايز يعني استشهد هنا بشيء كان قاله الرئيس جون كينيدي من حوالي 40 سنة او 45 سنة، لما قال بيخاطب الشعب بتاعه، الشعب الامريكي وده اغنى بلد، ومع ذلك قال لهم لا تسألوا ماذا تفعل امريكا لكم، ولكن اسألوا ماذا ستفعلون لامريكا. يعني شوفوا في اغنى بلد ومع ذلك الرئيس المنتخب بيقول لهم على طول من اول اعملوا 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 اعملوا، ما تنتظروش امريكا تعمل لكم ايه، انتوا اسالوا انتوا هتعملوا ايه لامريكا. انا عايز رساله مشابهه طبعا بلغتنا المصريه وبدماسه خلق الرجل وباسلوبه الناعم، انه يوصل الرساله دي باي شكل المصريين وفي وقت مبكر جدا.
استاذ حسام، يمكن الرؤيه الحزبيه بتبقى شويه على الارض في التعاملات اليوميه في الحته دي بالذات، بتستشعروها في مؤتمراتكم في لقاءاتكم الحزبيه عن التوجه للسيسي، الفكره اللي انا بقولها خاصه ان عدم وجود العصا يعني. بصي، هو في ميزه نسبيه عند الفريق السيسي، ان هو له مصداقيه كبيره قوي عند الناس. يعني نقدر نقول ان هو اللي هيطلبه من الشعب هيعملوه وهيساعدوه وهيقفوا جنبه وهيبتدوا يتغاضوا عن مشاكل كتيره موجوده في الحياه. اما ان احنا مش عايزين الاعلام يوصلنا لحاجه، لو كان الدكتور سعد قال لك النهارده مصطلح اللي هو الدلع الثوري، فانا عايز اقول لك مصطلح تاني اسمه الانسداد السياسي. يعني يا اما المشير عبد الفتاح السيسي يا اما مصر كلها هتروح. لا، احنا عايزين نبتدي نوعي الشعب ان في دولة مؤسسات، ان مصر هتتقدم. يا ريت ان هو يكون الفريق عبد الفتاح السيسي وهذه المصداقيه ورانا، انما مش عايزين نوصل لمرحله الانسداد السياسي في حاله ان هو ما ترشحش. في حاله لو هو ما ترشحش، لا لازم يبقى عندنا مرونه. انما طبعا لازم نقول ان هو كشخص نتمنى ان هو كرجل دوله، احنا ما شفناهوش الا كشخصيه عسكريه، وده اللي انا بحاول اكد عليه تاني، ان المؤسسه العسكريه بعيده تماما وان كانت مراقبه للوطن، انما مهامها الاساسيه بعيده. فاتمنى ان هو نجاحه اللي حققه في المؤسسه العسكريه وقوفه جنب الشعب المصري، ان هو يقدر يحققه هو واكتر منه كرجل دوله ومرشح رئيس ورئيس جمهوريه. جميل. دكتور عمرو اتفضل. انا يعني اذا سمحتوا لي هاقتبس بعض مقترحات الحضور الكرام، بان اول جوب تاسك او اول مهمه ستواجه الرئيس القادم ايا كان هو مين ان شاء الله، اذا كان المشير السيسي او غيره، هي اعاده جسور الثقه ما بينه وبين الشعب. احنا النهارده شعب اول السيندرومز اللي باينه عليه او اول الظواهر الاعراض اللي باينه عليه هي انعدام الثقه ايا كان الطرف الاخر. احنا محتاجين رئيس نثق فيه، نرجع نثق فيه، نرجع رئيس قادر على ان هو يوحدنا تاني ورا قضيه اسمها القضيه المصريه. رئيس قادر ان هو يسخر طوائف هذا الشعب وقدراته ومقدراته في اتجاه واحد، لان مصر بلد قوي جدا، مصر بلد زاخر بالموارد، اولها الموارد البشريه طبعا، ودي اكبر مورد في مصر النهارده هو المورد البشري، هو الانسان المصري وقدرته على الانتاج. مصر غنيه جدا بمواردها الطبيعيه. مصر يعني انا كان ليا تجربه ان انا لفيت مصر تقريبا من اقصاها الى ادناها اثناء الحمله الانتخابيه للسيد عمرو موسى. كانت المفاجاه الجميله جدا من اللي احنا شفناها في مصر ان كل منطقه زي ما فيها مشاكلها فيها حلول. هم عارفين حلول بس عايزين حد يسمعهم، عايزين حد يثقوا فيه، عايزين حد يقدر يشتغل معاهم مش عليه. احنا واثقين ان احنا هنشتغل ومحتاجين نشتغل في المرحله دي، وهنشتغل ان شاء الله، وهنشتغل. ورؤيه تفاؤليه زي ما بيقول الدكتور سعد، احنا متفائلين والله، ما احناش، احنا مطمنين ان مصر بخير، وزي ما كانت في اراده الهيه وقت ثوره 25 يناير، الا ان احنا بالفعل شعب قادر على العطاء، قادر على البناء، حضاره كبيره جدا، قدره وقوه ورؤيه مستقبليه واضحه جدا. احنا النهارده اللي بنصنع التاريخ ونوجه بيه العالم كله علشان هو يخش في طوق مصر. الاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم، استاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه، انا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، وزي ما حضرتك وعدتني في كل زياره في اسكندريه تشرفنا وتنورنا. حضرتك نورت تلفزيون اسكندريه. حضرتك بس تدعيني، حتى لو دعيتيني كل اسبوع هجي لك ان شاء الله. حضرتك منور اسكندريه. انا اعتبر ده وعد يا دكتور، انا اعتبر ده وعد على فكره. منور يا دكتور. استاذ حسام الدين ناصف، مساعد رئيس حزب الاحرار الدستوريين، شكرا لحضرتك. دكتور عمرو الفقي، عضو الهيئه العليا لحزب المؤتمر، شكرا لكم. شكرا لك. وهذا اللقاء ولقاءنا الاسبوع القادم وحوار اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.